اسمعوا الحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي. دي مش خرافة ولا حدوتة قبل النوم، دي حكاية عن قلب اتكسر ولقى نفسه من تاني، عن بنت اسمها سلمى. سلمى كانت بنت طيبة من النوع اللي الوش يطمله قبل القلب. اتربت في بيت بسيط بس دافي، وفي عز الفقر كانت أمها تقول لها البيت اللي فيه قلب نضيف عمره ما يضلم. كبرت البنت وعلى كتافها هم كبير، بس كان جواها حلم تحب الطب وتبقى حاجة تفرح روح أمها اللي كانت بتدعي ليها كل ليلة وهي نايمة. بس قبل ما تحقق الحلم الأم تعبت وتوفت في حضنها، وهي بتقول لها خلي بالك من نفسك، ما تسيبيش حد يقلل منك. وسلمى وقتها حست إنها اتكسرت، بس قررت تكمل علشان أمها. في حياتها كان في مروان ده كان ابن خالتها اللي دايما واقف جنبها بيسندها بالكلمة وبالابتسامة. قال لها مرة لما تتخرجي هكون أول واحد على بابك، مش بس بحبك، بحلم نعيش سوا العمر كله. وسلمى صدقت، مش لأن الكلام حلو، لكن علشان كانت محتاجة حد يصدقها ويختارها. وفعلا اتجوزوا. بس في الحياة مش كل اللي بيلف حواليك ده حب، في ناس بتلف عشان تاخد وتروح. وبعد شهور بدأت تلاحظ تغيير، غياب، برود، عيون مش بتبص زي الأول. ولما لقت رسالة على تليفونه اسمها كان صادم، لقت رسالة مكتوبة باسم مراتي أم آسر. قلبها وقع، سألته بهدوء وقلبها بيصرخ مين دي يا مروان؟ رد بعين بهتة دي مراتي، وانتي كنت بس مرحلة، ما كانش قصدي أكمل معاكي. اللي اتقال ما كانش خيانة بس، ده كان نزع روح، سحب أمان، وكسر عمر. سلمى انسحبت من الدنيا بس ما استسلمتش، راحت شغلها، كتمت جواها لكنها كانت بتحاول تفتكر دعوة أمها. وفي المستشفى كان في دكتور اسمه يوسف، ساكت وهادي بس عينيه بيشوفوا اللي محدش بيشوفه. شافها بتتألم من غير ما تحكي. في مرة وهي قاعدة لوحدها قعد جنبها وقال لها بهدوء في ناس بتكسرنا علشان نكتشف احنا مين، بس لما تقومي ما تنسيش انك قمت لوحدك. وبدأت سلمى تستعيد نفسها، الضحكة ترجع خفيفة، تكتب خواطر، تلبس نفسها، تتكلم مع روحها في المراية وتقول أنا كفاية من غير أي حد يشهد بكده. وكان يوسف موجود لكن من بعيد، بيسند، بيسمع، بيحترم المساحة. وفي يوم هي اللي قالت له أنا خايفة مش منك، من نفس اللي صدقت قبلك ناس كتير. رد بكل هدوء أنا مش هنا علشان تحبيني بسرعة، أنا هنا علشان لما تبص وراكي تلاقيني موجود. وبعد سنين قابلت مروان، وكان شبه اللي كانت تعرفه بس كان متكسر. قال لها رجعيني أنا اتعلمت، لكن صوتها كان هادي وناعم. قالت له أنا سامحتك بس ما ينفعش أرجع أعيش في مكان كنت فيه ضعيفة. سلمى اتجوزت يوسف مش في قصر، لكن في بيت فيه حب حقيقي. وفي كارت الفرح كتبت في حب بيكسر وفي حب بيبني، بس أعظم حب هو لما تختار نفسك وتلاقي اللي يختارك زي ما انت. وبكده تكون حياتها تمت، وحياتها بدأت فعلا من هنا. وبكده تكون خلصت حكايتنا، وأتمنى إنها تكون عجبتكم، وشوفوا وشكم على خير في حكاية جديدة، ومع السلامة.